السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير دايمًا وعلى خير. النهارده بقى أنا جيت لكم بيوم جميل أوي وروتين حلو، فيه فكرة حلوة إن شاء الله تستفيدوا منها وهتحبوها أوي، وطبعًا هي باينة كده من بداية الفيديو والروايح الجميلة دي والجمال ده باين. طب أنتِ يا ميرو هتعملي لنا إيه النهارده؟ إن شاء الله هاعمل معاكم طريقة جميلة أوي هتحبوها وهتستفيدوا منّي إن شاء الله، بس شجعوني بقى كده يا حلوين بلايك، واللي بيشوف قناتي لأول مرّة ما ينساش الاشتراك فيها وفعّلوا الجرس عشان كل أمّا أنزّل فيديو يوصل لكم على طول. وحابة أقول لكم على حاجة كمان، باشكركم جدًا على تعليقاتكم الجميلة ودعمكم ليّا وكلامكم الجميل، باحبكم في الله، ربنا ييسّر لكم أموركم يا رب وأمورنا جميعًا يا رب، ويرزقنا بما نشتاء ونتمنى، اللهم آمين. طبعًا اللي أنتم شايفينه ده بقى إيه، يعني أغلبيتكم ممكن ما يعرفهاش. اللهم صل على النبي، دي مبكبكة ليبية. المبكبكة دي جميلة أوي، هي باينة من شكلها ومن ريحتها. طبعًا هي الريحة مش هتوصل لكم، بس كانت ريحتها تحفة وجميلة أوي. طبعًا ده كان يوم الجمعة، ده كان يوم الجمعة، وأنا دايمًا يعني إيه، الأكلات الحلوة دي والأكلات التقيلة دي باحب أعملها يوم الجمعة اللي هو يوم أجازة جوزي يعني. تمام، وهو دايمًا هو اللي بيعملها الأكلة دي. بس هي النهارده بقى اتعملت على إيدي أنا يعني. فعايزاكم بقى تقولوا لي إيه رأيكم فيها وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. طبعًا كده أنا بدأت معاكم اليوم من أوله خالص. بصراحة أنا باحب اليوم ده آخد فيه break كده بقى من روتين، من شغل، من حاجة، مش باحب أعمل فيه روتينات خالص. يعني باحب أعمل بس الغدا وخلاص. يعني أنا باعتبر اليوم ده أجازة ليّا، تمام. باعتبر اليوم ده أجازتي. فمش باحب أعمل فيه إلا الأكل بس كده الغدا بتاعنا وخلاص. أول حاجة كده هاقول على المكونات على السريع، اللهم صل على النبي. دلوقتي بقى زي ما قُلت لكم هنعمل مبكبكة وعلى الكانون كمان، يعني بقى ريحة وطعم وبُصّوا وأجواء جميلة أوي كده، حاجة كده فاخر من الآخر. أول حاجة المكونات بتاعتنا النهارده هتبقى عبارة عن ده بسم الله، بصل عليه شطة ضارباه في الكبة كويس أوي ومنعّماه، وده توم بردك، توم مخرّطاه قطع كده صغيّرة، ودي البهارات بتاعتي، ودي بطاطس عاملاها مكعبات كبيرة شوية، وده جزر على كوسة، بردك القطع بتكون كبيرة شوية، وده حوالي كيلو من الطماطم ضارباه كويس بردك، وده شبت على كزبرة على بقدونس، ودي اللحمة بتاعتنا، دي لحمة. اللحمة دي لونها باهت ليه شوية، ممكن تكون يعني السؤال أنتم تسألوه، لإن أنا من النوعية اللي أنا باحب أغلي أي نوع لحوم عندي قبل ما أسويها على النار، فأنا غالياها في مَيّة عشان كده تلاقوا لونها بهت شوية، غالياها في المَيّة وباصفّي مَيّتها وبعدين باطبخها يعني أو باشوف الطريقة اللي أنا هاعملها بيها يعني. أنا على العموم باغليها في أي طريقة أنا باعملها فيها باغليها. اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا أول حاجة جِبت معايا 4 صوابع من الزبدة ودهن اللي هو الدهن قطع دهن، أكيد أنتم عارفين الدهن كلّكم يعني. هنا بقى أول حاجة أنا ولّعت الكانون معايا، عملت حلة المبكبكة دي على الكانون، بجد والله هي بُصّوا شكلها بُصّوا يعني غني عن التعريف، يعني هو شكلها غني عن أي حاجة أنا هاقولها، بجد أنت هتشوفه دلوقتي معايا. طعمها جميل أوي، وطبعًا على الكانون كمان هيخلّي طعمها تحفة أكتر. جيت هنا بقى عند الفرن بتاعي، اللهم صل على النبي، ولّعته زي ما أنتم شايفين كده، وهابدأ بقى إن أنا إيه، أفُك معايا الدهن كويس والسمنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمجرد ما فكِّت معايا الدهن والسمنة على طول نزلت بالتوم، التوم اللي هو إحنا إيه مقطّعينه قطع كده صغيّرة، خَد معايا لون بسيط أصفر، هانزل على طول بكمية البصل بتاعتي. الكميات هنا حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها، يعني لو هتعملي كمية كتيرة هتعملي هتضاعفي الكميات. أنا هنا ما شاء الله كنت عاملة عزومة، جوزي يعني عازم اخواته وصحابه وكده عليها، لإن هُم بيحبوا الأكلة دي، ف فأنا عاملة الكمية كتير، فأنتِ بقى لو هتعملي كمية صغيرة أنتِ بتقللي الكميات،
تمام. أنا كنت عاملة معايا حوالي 5 بصلات فرماهم كويس في الكبة، ومعاهم 3 قرون من الشطة الحامية، عشان هي بتبقى حامية شوية، وبتبقى طعمها لذيذ لمّا بتبقى حامية يعني. هنا نزلت على طول ساعة ما البصلاية خدت معايا لون بردك، نزلت بالخضار، اللي هو الخضار اللي هو الشبت والكزبرة والبقدونس، تمام. على طول بقى خدوا بردك معايا تشويحة كده حوالي دقيقتين 3، باقوم نازلة باللحمة بتاعتي، وهنا اللحمة مقطعاها قطع صغيرة، يعني قطع اللحمة معانا صغيرة مش كبيرة، مقطعاها مكعبات كده. هاتنيني بردك أشوّح فيها كده شوية، شوية حوالي بردك دقيقتين 3 بردك كده. في الوقت بقى ده تشمّوا ريحة بُصّوا ما شمّيتوهاش قبل كده بجد، والله مش بابالغ. هنا أول حاجة معايا ورق لوري، ومعايا اللهم صل على النبي، ال7 بهارات وفلفل وكمون وبابريكا وبهارات لحمة، معايا بقى إيه، جميع البهارات. هي بصراحة بتحب البهارات، وإن حطّيتوا لها مش هاقول لكم أي حاجة، أي نوع بهارات عندكم حطّوه لها، وتحطّوا كميات كتيرة شوية. أنا حطيت هنا البهارات بتاعتي اللي أنا قُلت عليها، اللي كانت متوفّرة عندي، ونزلت على طول بيها على اللحمة بقى، وهاسيبها تتشوّح مع نفسها شوية. فضلت إن أنا أقلِّب فيها شوية بردك كده. شايفين الجمال؟ جمال بقى وريحة باقول لكم ما تتوصفش بجد. وهنا التصوير كمان ظالمها خالص. أنا هنا سِبتها حوالي 5 دقايق اتشوّحت بقى مع المكونات اللي أنا حطيتها لها، وبعدين نزلت عليها بالطماطم بتاعتي، عصير الطماطم. لو الطماطم معاكِ مش حمرا، ويعني ما ادّتكيش نفس اللون الحمار ده، يبقى تحُطّي عليها معلقتين أو 3 من الصلصة، عشان تبقى حمرا معاكِ كده وجميلة، ما تبقاش جاربة، يعني ما يبقاش لونها فاتح. لإن الطماطم لمّا بتبقى مش حمرا، بتبقى بتدّي لون جراب كده ليها، مش بتبقى إيه، مش بتبقى لونها إيه، حمرا كده وحلوة. اللهم صل على النبي. هنا بقى بعد 10 دقايق من التشويح مع بعضها تاني، هابدأ بقى إن أنا أحُط لها أول شفشق مَيّة معايا. بجد كان نِفْسي أجيب لكم بالصوت وكده، بس إيه، يعني كان في أصوات مزعجة حواليّا، فمش هينفع خالص إن أنا أجيب لكم بالصوت. هنا بقى هانزل بشفشق المَيّة كلّه يعني، مش بس أنا إيه، حبّيت إن أنا أنزل شوية بشوية كده إيه، على ما تغلي مع بعضها. خلاص هنا حطيت كمية المَيّة، هاسيبها بقى تستوي مع نَفْسها شوية. طبعًا هنا أنا قاعدة جنبها، على طول باحط لها حطب، وهنا باولّع الكانون بحطب، الأفضل الحطب لإن الحطب جميل أوي، و وبياخد وقت على ما بإيه، على ما بيخلص يعني. هنا بقى حبيت إن أنا أورّيكم الكرنب بتاعي والخضار. هنا الكرنب ما شاء الله بدأ يلِف زي ما أنتم شايفين، شكله جميل أوي، بصراحة الشكل ده تحفة أوي، فحبيت إن أنا أصوّره لكم. وهنا الخس بقى والبصل إن شاء الله على رمضان يكون طلع كده وكَبَر وبقى حلو، وده الجرجير برضك طلع أهوّة، بس لسه صغنّون، جرجير بقى وفِدل وحاجات من الحلوة دي. بجد الكاميرا معايا بتاعة التليفون ظالمة خالص، ظالمة الحقيقة والله بجد. الحاجات دي في الحقيقة شكلها جميل أوي، الخضار والحاجات الحلوة دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حطّوا لي لايك يا حلوين، وباحب تعليقاتكم أوي، باحب كلامكم الطيب، طيب الله خاطركم دايمًا، ولكم بالمثل إن شاء الله كل كلمة جميلة بتقولي لي عليها. آآ ربنا ييسّر لكم أموركم وييسّر لنا أمورنا جميعًا يا رب. هنا بقى زي ما قُلت لكم أنا قاعدة جنب حلة المبكبكة بتاعتنا، طبعًا قاعدة جنبها ما رضيتش أسيبها وأمشّي، لإنها طبعًا إيه، عليها عزومة، فأنا مش هينفع إن أنا أسيبها خالص. طبعًا هنا أنا سايبة بقى لحد دلوقتي ما حطيتش الملح، ولا حطيت البطاطس ولا الكوسة ولا الجزر، لإن البطاطس مش بتاخد سِوَى حاجة، ولا الكوسة ولا الجزر بياخدوا سِوَى حاجة. فأنا هنا لمّا أشوف اللحمة بتاعتي استوت، يعني خلاص طابت معايا خالص، بابدأ إن أنا أنزل بقى إيه، بالبطاطس والكوسة والجزر والملح.
طب أنا ما حطيتش الملح ليه في البداية؟ لإن الملح بيخلّي اللحمة معانا تاخد وقت شوية على ما تستوي، فالأفضل إن إحنا نخلّيه للآخر، وبعدين بعد ما اللحمة تستوي نحط على طول الملح بتاعنا. أنا دايمًا باعمل كده أمّا بيكون في يعني لحوم وكده باقوم إيه مش باحط الملح الأول، باسيبه للآخر. طبعًا هي لمّا بتبقى مستوية أوي، يعني لمّا بتبقى اللحمة فيها مستوية أوي بتبقى حلوة. يعني بصراحة أنا باحب اللحمة تكون مستوية أوي، مش تكون في ناس بتحبها إيه، نُص سِوَى كده، يعني ما تبقاش مستوية أوي اللي هي خلاص طايبة خالص، أو اللي هي نُص سِوَى كده. لأ بصراحة لمّا بتبقى طايبة أوي كده وبتبقى جميلة، يعني تحس إن هي زي الزبدة كده بجد. يعني فإحنا إيه، التسوية للحوم بالذات أمّا تبقى مستوية خالص بتبقى جميلة. هنا بقى أنا قاعدة جنبها زي ما باقول لكم بقى عمّالة أحط الحطب، عشان ما ينفعش إن أنا أمشّي واسيبها لإنها إيه، عزومة فلازمًا تطلع إيه، على أكمل وجه. وأنا أول مرّة أعملها بجد، يعني أنا أول مرّة أعملها بإيدي، أنا دايمًا جوزي هو اللي كان بيعملها. قُلت له: "لأ سيبني أنا بقى المرّة دي إن أنا أعملها كده وأجرّب عمايلي أشوف هتطلع إيه." وما شاء الله طلعت جميلة بجد، تسلم إيدي. هنا كنت باشوفها برضك، شايفين جمالها؟ هنا البخار طالع منها بجد مداري جمالها خالص، وبُصّوا مش يعني التصوير بصراحة ظالمها. هنا مراحل بقى اللي أنا عمّالة باشوفها استوت معايا والّا إيه، هنا بقى كانت استوت، خلاص ما شاء الله اللحمة خالص استوت معايا خالص زي ما أنتم شايفينها كده. خلاص استوت بقى أحط لها بقى الملح والحاجات اللي قُلت لكم عليها. هنا ده الجزر والكوسة وقرنين شطة من اللي هي الحامية برضك، حاطاهم سُلام كده، وهانزل برضك بالبطاطس قطع كبيرة شوية عشان ما تنهريش معانا، والمكرونة بقى لمّا البطاطس تستوي والكوسة والجزر هانزل على طول بالمكرونة بتاعتنا، هانزل بقى بالملح بتاعي، هانزل هنا ب3 معالق من الملح، وتشوفيها برضك يعني لو محتاجة ملح تاني يعني أنا هاشوفها تاني، لو محتاجة ملح هاحط لها، شايفين جمالها؟ هنا بدأت إن أنا أحط تاني مَيّة، خلاص بقى عشان إيه تك تكمّل سواها. خلاص هنا كانت استوت معايا الكوسة بقى والجزر والبطاطس، كانت كلّه بقى استوى ببعضه، وخلاص راحت كده فُلّة، هانزل على طول بالمكرونة، معايا مكرونة إيه بقى الأنواع اللي معايا، النوع اللي تحبيه، أنا هنا معايا سباكيتي واللي هي الأقلام، أي نوع بقى تحبيه من المكرونة، هي السباكيتي بتبقى فيها جميلة أوي والأقلام. الكمية زي ما قُلت الكمية حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها. هنا كان معايا حوالي 2 كيلو من المكرونة، عشان أنتم شايفين ما شاء الله كنت عاملة كمية كتير. هنا بقى أنا مش هاقلِّب المكرونة خالص دلوقتي، أنا هاسيبها، هاسويها بس كده وهاسيبها، بس أنا هاحط لها شوية من المَيّة عشان ال المَيّة كل ما بتبقى المبكبكة معانا مَيّتها كتير شوية بتبقى حلوة، لإن لو مَيّتها شوية بتعجِّن وما بتبقاش حلوة، فأنا هاحط لها شوية من المَيّة بس مش هتيجي معاكم يعني، هاحط المَيّة تغطّي المكرونة معانا، هازوّدها شوية من المَيّة تغطّي المكرونة من فوق، من وش المكرونة كده، على نار هادية بقى واسيبها على نار هادية شوية. هنا أهي زي ما أنتم شايفين، هنا بدأت إن أنا أقلّبها بقى إيه بعد المكرونة ما استوت معايا، أنا ما جيتش يمّة المكرونة إلّا أمّا استوت خالص، ما شاء الله شايفين، وريحتها بجد كانت تحفة أوي، جرّبوا الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم، بس بنفس الخطوات اللي أنا قُلت عليها. هنا حطيت لها شوية من المَيّة حوالي كوباية من المَيّة، وبعدين سِبتها بقى تتلدّم مع نفسها كده على نار هادية. ما تنشفش من المَيّة يا جماعة عشان ما تعجنش معانا،
لازمًا يكون فيها شوية من المَيّة كده تكون لسه إيه، ما اتشربتش أوي، زي ما أنتم شايفينها بالضبط كده، لإنها لو نشفت أوي من المَيّة بتعجِّن. شايفين منظر الحلة؟ بُصّوا منظرها ما يسُرّش عدو بجد، ربنا يعيننا على الحلة دي. بس ده كله يهون عشان خاطر الطعم الجميل، وعشان خاطر الأكل القمر ده، وتصدقوني إن أنا ما دُقتهاش، والله ما كلتش منها خالص، برغم إن أنا باحبها أوي، بس ما كلتش منها لإن كانت معدتي تعباني الحمد لله. هنا بقى إيه، جينا على السطح، قُلنا بقى الغدا هيبقى على السطح، في الجو الجميل اللي أنتم شايفينه ده. فهنا بقى إيه، بدأت إن أنا أحطها على الصينية كده، فردتها كلها على الصينية معايا عشان تبرد شوية لإنها كانت مولعة نار، شايفين الجمال؟ اتفضلوا معايا يا جماعة اتغدوا معانا بجد، تحفة، تحفة بجد الطريقة دي تحفة، جربوها وإن شاء الله هتضبط معاكم وهتعجبكم جدًا، شايفين الجمال ده كله؟ والله أنا ما أكلتش منها خالص ولا دُقتها حتى، زي ما باقول لكم معدتي تعباني شوية ربنا يشفيني يا رب، فمش باحب الأكل المسبِّك أو يعني المسبِّك أو فيه طماطم أو حاجات من دي لإن معدتي تعبانة، الحمد لله. بس بجد عجبت يعني جوزي وعجبتهم كُلّك وقالوا لي: "تسلم إيدِك." قُلت لهم بألف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين إيدينا دايمًا يا رب. طبعًا كل أم أو كل سِت بيت أمّا بتعمل الحاجة بنِفس جميلة كده ونِفس مسامحة بتطلع من إيديها زي القمر، وربنا يعيننا يا رب، اللهم آمين. أنا قُلت بقى هاقفل معاكم الفيديو كده على صينية كيكة نغيّر بيها اليوم ونغيّر بيها المبكبكة الجميلة دي. معايا هنا كوبايتين من عصير البرتقان، وكوباية ونُص من الزيت، وهنا قشر برتقانة بشراها كده، وكوباية ونُص من الزيت، يكون زيت نباتي يا جماعة زيت نضيف، بلاش زيت التموين لإن بيبوّظ طعمها خالص، هنا كوباية ونُص، ودي كوباية من السكر، هاحط كمان كوباية يبقى كوبايتين من السكر، بنفس الكوباية، بنفس حجم الكوباية اللي أنتِ عملتِ بيها. وهنا كوبايتين عصير البرتقان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهنا جبت معايا 2 بيضة، أنا ما كانش متوفر عندي بيض أكتر من كده، يعني لو أنتِ عندِك مثلًا حابة تحطي كمان 2 زيادة عادي خالص بتضبط معانا القوام أكتر والطعم أكتر، وده كانت كوباية من اللبن أو الحليب، كوباية واحدة، وخلاص كده أنا هنا حطيت برضك رشة من الملح ورشة ومعلقة من الخل بس ما جاتش معاكم يعني. رشة بسيطة من الملح ومعلقة خل، قوامها جميل أوي، وده كيسين من البيكنج باودر و2 فانيليا، ومعايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، 4 كوبايات من الدقيق. طبعًا أنا قُلت بقى إيه أمّا أحلّي بقى اليوم كده بالكيكة ديّة، يعني هُم ولادي كانوا طالبينها منّي بقى لهم فترة، فقُلت بقى إيه جه يومها بما إن بقى ما فيش حاجة تانية هتتعمل، قُلت يالّا مش مشكلة أعمل لهم اللي نِفْسهم فيه. هانزل بقى بكمية الدقيق اللي معايا شوية بشوية، مش هانزل بالكمية كلّها مرّة واحدة، شوية بشوية كده على طول، وانخلهم كويس. أنا ناخلة الدقيق قبل كده بس بانخله تاني عشان أي تكتلات والّا أي حاجة فيه تكون فكّة معايا. هنا بدأت إن أنا بقى إيه بالمضرب كويس أوي عشان زي ما قُلت يبقى الخليط معانا كويس كده.
والخليط كده جاهز معايا خلّصته، وهنا قوامها جميل أوي، ولا تقيلة أوي ولا خفيفة أوي، زي ما أنتم شايفينها كده، جميلة جدًا. جهّزت معايا قربين كده من دي صينية كانت عندي مقاس اللي هي 27 أو 22 لأ الصغيرة دي 22 والتانية القالب التاني ده اللي هو بييجي مع الطقم التيفال ده، كان عندي الشكل ده ولادي بيحبوها بالشكل ده، فأنا إيه قُلت أمّا أعمل لهم الشكل الجميل ده. قسمت بقى الخليط ما بين الاتنين، بين شوية هنا وشوية هنا. وطبعًا أنا مشغّلة الفرن معايا بقى له شوية من ساعة ما بدأت شغل فيها، مشغّلة الفرن على نار عالية عشان لمّا بتخش على نار عالية بتبقى جميلة، يعني لمّا بتخش على فرن سخن بتبقى جميلة وما بتغيبش معانا، وبمجرد ما باحطها في الفرن باهدّي النار من تحت ومن فوق خالص، وبتاخد معايا بالضبط في الفرن 45 دقيقة، شايفين الجمال؟ جميلة جدًا وكانت ريحتها جميلة أوي. هنا باختبرها بقى باشوفها استوت، جميلة معايا هنا بالخلة دي. جميلة أوي واستوت خالص وكانت ريحتها جميلة، شايفين هنا جمالها؟ ولون واحد وما شاء الله مستوية جدًا، هنا بدأت بقى إن أنا إيه، أقطّعها كده القطع الجميلة دي، هشة جدًا وريحتها تحفة وطعمها تحفة، بس كانت لسه سخنة، المفروض إن أنا ما أقطّعهاش وهي سخنة كده. أنا هنا بقى إيه، قعدت آكل منها كده ما قدرتش إن أنا أمسك نفسي. هنا دي برضك قطّعتها بس ما عرفتش إن أنا أطلّعها لإنها كانت سخنة أوي، وإن كانت طلعت مني يعني لو كنت طلّعتها من الصينية كانت هتتهري مني، لإنها كانت لسه سخنة وكانت لسه طالعة حالًا من الفرن. شايفين مش عارفة أمسكها أصلًا لإنها كانت سخنة جدًا. وخلاص كده يومي خلص وروتيني خلص، أسيبكم في رعاية الله يا حبايبي.